انا استخدمت الكيبورد دي لمدة 3 شهور، فانا في الحلقة دي هقول لكم تجربتي الكاملة ليها ونعمل لها مراجعة بالمرة. يعني بصراحة ما اثرتش معايا على الرغم من ان هي شركة مش معروفة قوي، بس الكيبورد دي بصراحة انا ما ندمتش ان انا اشتريتها، بصراحة هي تستاهل. فلو انت ناوي ان انت تشتري الكيبورد دي لازم تتفرج على الفيديو ده، فاضغط لايك للفيديو، كوباية الشاي الجميلة بتاعتك، ويلا بينا نخش على فيديو النهاردة. هنبدأ بأول حاجة وهي فتح العلبة ونشوف محتوياتها ايه. الكيبورد دي من شركة تيزر TK63، ده اسم الكيبورد، ميكانيكال كيبورد ميكانيكال 60%. مساحتها صغيرة طبعا على المكتب بتاعك لان هي صغيرة جدا، بس بصراحة المميزات اللي فيها يعني عايز اقول لكم فيها حاجات والله مش موجودة في كيبوردات تانية ب 3000 وب 2000 وب 4000. فيها حاجات مش موجودة في كيبوردات تانية كتير. الكيبورد طبعا متوفرة بأكتر من لون، اللون الأبيض واللون الأسود. يا سلام، ده كده شكل الكيبورد معاها الكتيب بتاعها. ده الموقع لو انت عايز تنزل السوفت وير بتاع الكيبورد، وهنا كتيب التعليمات بتاعها لان هي فيها تفاصيل كتير وفيها مودات كتير تقدر ان انت تستخدمها سواء للإضاءة أو لغيرها. طبعا ده كده شرح الكيبورد لو انت هتستخدمها على الويندوز، وده كمان شرح الكيبورد لو انت هتستخدمها على ماك، لان هي تقدر تستخدمها في ويندوز وماك الاتنين. معرفش ايه الاختلاف بينهم بصراحة لان انا ما عنديش ماك عشان اشرح حاجة زي كده. بعد كده عندنا هنا الكابل، كابل اليو اس بي بتاعها، اتجاه تايب سي واتجاه يو اس بي عادي. عندنا هنا المشابك بتاعتها عشان لو حبيت ان انت تفك السويتشات او الازرار بتاعتها، وموجود الاتنين. الحاجه الوحيده اللي ما عجبتنيش بصراحه ان مش موجود يعني سويتشات احتياطي تقدر تستخدمها لو في حاجه حصل مشكله ولا حاجه يوفروا. المفروض مثلا كانوا موفرين 2 مثلا ولا 3 ولا حاجه تبدلهم يعني، ده عشان لو حصل اي مشكله في سويتشات الكيبورد نفسها. الكيبورد حجمها صغير زي ما انتم شايفين كده، ده شكلها مش هتاخد مساحه في المكان. بس خلينا الاول نشيل الكلام ده كله ونركز مع الكيبورد بتاعتنا الجميلة. طبعا هنيجي على ظهر الكيبورد، لو جينا هنا على اللزقة دي هتشيل اللزقة بس كده، هتلاقي هنا دونجل الوايرلس لو انت عايز تستخدمها وايرلس. وكمان بقى خد الحاجة اللي مش هتلاقيها في كيبوردات تانية كتير، وهي ان انت تقدر تستخدمها عن طريق البلوتوث 1 2 و3. تقدر توصلها على 3 اجهزة بالبلوتوث، وجهاز بالوايرلس، وجهاز عن طريق اليو اس بي من المكان ده. الكيبورد دي بصراحة أنا حبيتها عن أي كيبورد تانية لأن موجود فيها الكلام ده كله ومفيش أي تأخير. يعني مفيش تأخير، أنت لو أنت هتستخدمها بلوتوث أو وايرلس مفيش تأخير في أي حاجة. هنشغل الكيبورد. الكيبورد دي بتتوفر ب3 سويتشات، البراون والاسود والسويتش الاحمر. طبعا كل سويتش ليه اختلاف في طريقه الضغط على الازرار والصوت. في الحاله بتاعتي انا اخترت السويتش البراون، طبعا لونه واضح هنا اهو، لو ركزت هنا كده هتلاقي يعني اللون بتاعه واضح جدا يعني. وده كده صوت السويتش البراون. طبعا انا اخترت السويتش ده عشان انا بحب صوت الكيبورد يكون هادي شويه بس مش قوي. يعني انا بحب اسمع صوت الكيبورد بصراحه وانا بكتب عليه. الكيبورد فيها مودات اضاءه كتيره جدا. الازرار هنا موجود عليها يعني موجود عليها رسومات بتوضح الازرار دي بتعمل ايه، فاهمني؟ ده كده بيعلي الاضاءه، ده بيوطي، ده بيزود السرعه، وهكذا. هنضغط على اف ان ونبدل الاضاءه من الازرار اللي قدامك دي. عندنا اشكال كتير، وطبعا تقدر تغير الالوان نفسها. هنخلينا مثلا في لون ثابت زي اللون ده مثلا اللون الاحمر. هنضغط على اف ان ونضغط على الزرار اللي هنا ده كده بيبدل لنا الالوان لالوان تانية. هو نفس المود لكن اختلاف اللون بس مش اكتر. وطبعا تقدر تتحكم في الاضاءة بتاعته سواء كنت عايز تعليها او توطيها من نفس الازرار، وكل ده مشروح في كتيب التعليمات بتاع الكيبورد. اي حاجة انت عايز تستخدمها عموما لازم تضغط على اف ان مع الحاجة اللي انت عايز تستخدمها. يعني انا عايز افعل البلوتوث 1 هضغط اف ان وكيو، 2 هضغط اف ان ودبليو، تمام، هيغير على المود. وهنا هو موضح لك هو شغال على انهي مود بالظبط. وعن طريق الاي والاس اقدر ان انا ابدل بين الماك والويندوز. لو انا بستخدم ويندوز هختار الاي، لو انا بستخدم الاس هختار الماك. طبعا في اختلاف بينهم في الكتابه والكلام ده، بس انا بصراحه ما عنديش ماك عشان اعرف ايه الاختلاف. طبعا لو تلاحظ ان الاف ان منوره، يعني منوره ابيض، ده ليه؟ لان لو ضغطت عليها مرتين الارقام اللي فوق دي بدل ما انت هتستخدمها 1 و2 و3 و4 و5 و6 وكده، لو الاف ان منوره باللون اللي انت شايفه ده هتقدر تستخدمها اف 1 اف 2 3 كده بدون ما تضغط على اف ان نفسها. طبعا الكيبورد لان هي وايرلس
فاكيد فيها بطاريه. تقدر انت تستخدم الكيبورد هنا استخدام متواصل لمده 3 ايام. طبعا الكيبورد فيها ميزه ان هي لو انت مش بتستخدمها، يعني انا حاليا مش بستخدمها، فالاضاءه بتاعتها مطفيه. لما بتكون بتستخدم الكيبورد الاضاءه بتشتغل، غير كده مش هتشتغل. طبعا انت تقدر تطفي الاضاءه نفسها، يعني تقدر تخليها ما تشتغلش نهائي، يبقى بتستخدم الكيبورد لكن الاضاءه مش شغاله. الكيبورد هتشتغل معاك لمده 3 ايام بشكل متواصل لو انت مش هتستخدم الار جي بي كتير، يعني لو مش هتستخدم الاضاءه بتاعه الكيبورد كتير. ازاي اتابع حاله الكيبورد البطاريه بتاعتها كام في الميه؟ الارقام من اول 1 لحد الصفر اللي هم فوق دول اللي هتتابع من خلالهم درجه البطاريه بتاعه الكيبورد نفسها. هتضغط على اف ان والباك سبيس، بتنور بالشكل اللي انت شايفه ده. طبعا هي منوره هنا لحد 3 وبلون احمر. لو الكيبورد مليان على الاخر هتنور بلون اخضر لو هي مليانه لحد الصفر. طبعا هي كده فيها تقريبا بتاع 15% ل 20%، البطاريه قربت تخلص يعني. وانت تقدر تستخدم الكيبورد دي لو انت موصل فيها اليو اس بي، يعني تقدر تستخدمها عادي. لو انت بتستخدمها بلوتوث في جهاز تاني موبايل مثلا، تقدر برضو ان انت تستخدمها وهي متوصله في اليو اس بي. الكيبورد تقريبا نص كيلو، الكيبورد مش خفيفه، تقيله جدا. الكيبورد حجمها صغير لكن بصراحه هي تقيله، بس خامات التصنيع فيها ما شاء الله، يعني ان تخبط عليها كده انت ما تعرفش تحدد هي اذا كانت بلاستيك ولا انا مش عارف احدد هي ايه. المهم ان هي حاجه قويه يعني، فاهمني. وطبعا موجود فيها الانسيرت والديليت والهوم والكلام ده كله في الاختصارات اللي موجوده هنا، بس انت لازم تكون ضاغط على اف ان ومعاها الزرار اللي انت عايز تستخدمه. خلي بالكم الاضاءه بتاعه الكيبورد سلسه جدا، يعني انت حاليا في الكاميرا اللي انا بصور بيها انت شايف الاضاءه تحس انها بتبقى بترعش فيها رعشه كده، لكن هي الاضاءه سلسه جدا. الاضاءه ما يعني الرعشه اللي موجوده في الكاميرا اللي انا بصور بيها دي في الحقيقه انت مش هتشوفها اصلا، مش موجوده. طبعا هنستخدمها عن طريق الوايرلس، فهتيجي تشيل الدونجل من هنا كده بالشكل ده، يعني بتشال سهل جدا ان انت تشيله. هتروح توصله في الكمبيوتر بتاعك. بعد كده هتيجي تضغط على اف ان وتضغط على الار عشان يبدا ان هو يستخدم الكيبورد بالوايرلس. وطبعا الكيبورد موجود ليها سوفت وير على الكمبيوتر، تقدر ان انت تعدل كل الاضاءه اللي موجوده في الكيبورد للالوان اللي انت عاوزها. لكن مشكله السوفت وير الوحيده ان هو اول ما بتثبته بينزل باللغه الصينيه. طيب انا ازاي اغير اللغه؟ هتيجي على سبورت اللي هي اخر اختيار خالص، هتلاقي هنا اختيار ان انت تقدر تغير اللغه سواء من انجليزي او صيني، ودول اللغتين المتاحين في السوفت وير. من خلال البرنامج هتقدر تتحكم في كل حاجه في الازرار دي، سواء اختصارات او الإضاءة. مثلا لو انت عايز تتحكم في الإضاءة نفسها، سرعة الإضاءة، الشدة بتاعتها، الأوبشن، كل حاجة في الكيبورد هتقدر تتحكم فيها عن طريق السوفت وير. لكن المشكلة الوحيدة ان انت مش تقدر تعدل حاجة الا بدون ما تكون موصل كابل اليو اس بي في الكيبورد نفسها. لازم تكون موصله عشان البرنامج بتاع السوفت وير نفسه يقرأ الكيبورد اللي انت موصلها في الكمبيوتر. يعني لو انت موصل الكيبورد دي عن طريق البلوتوث او الوايرلس مش هتقرأ. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. طبعا ده مش اعلان للكيبورد نهائي، الكيبورد انا جربتها لمدة 3 شهور وانا بصراحه محتار اصور ايه، فقلت ان انا اعمل لكم مراجعه للكيبورد دي. وكمان مش لاقي لها فيديوهات موجوده كتير على اليوتيوب، يعني تقريبا مفيش غير فيديو واحد لشخص عربي عامل مراجعه للكيبورد دي. رايي انا في الكيبورد دي افضل كيبورد هتقدر انت تشتريها، تديك كل اللي انت محتاجه، سواء كنت عايز تستخدمها بلوتوث، وايرلس، كابل عادي، فهي فيها كل حاجه عموما وحجمها صغير. فانا ارشح لك الكيبورد دي وبشده. يعني لو انت عايز كيبورد بسعر رخيص وفيها كل حاجه تقدر ان انت تشتري الكيبورد دي وانت مطمن. مشكلتها الوحيده ايه؟ ان هي الكيبورد بس مش مكتوب عليها باللغه العربي، يعني انت لو هتشتريها هتلاقي مكتوب عليها انجليزي بس. ركز هنا كده، ثواني بس الاضاءه تطفي، ركز كده على الازرار هتلاقي ان هي ما فيهاش اللغة العربية. دي المشكلة الوحيدة اللي فيها، غير كده ما فيش اي مشاكل. يمكن المشكلة التانية ودي حاجة تافهة ان هي السوفت وير بتاعها اول ما تثبته بس تلاقيه بالصيني. غير كده الكيبورد دي ممتازة. كده انا قلت كل حاجة عن الكيبورد دي، وان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. فما تنسوش لايك للفيديو واشتركوا في القناة. اشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة. السلام عليكم.